ايه رأيكم بقى نعمل مع بعض تورتة الشوكولاتة الاقتصادية؟ موفرة جدا جدا، طعمها تحفة خرافة. واقول لكم ايه السر في ان طعمها يبقى حلو قوي، وايه السر في ان الكريم شانتيه بالرغم من ان احنا في حر قوي، زي ما احنا عارفين درجة الحرارة عاملة ازاي الايام دي، ازاي تخلي الكريم شانتيه بتاعك متماسك جدا وحلو قوي. بس قبل ما نبتدي بقى وبتتشغلوا وما بتعملوش اللايك، بفكركم اعملي اللايك الاول. ولو لسه أول مرة تشوفي القناة يشرفني اشتراكك في القناة، اضغطي على زر اشتراك وفعلي الجرس واختاري الكل. ويلا بقى نبتدي نشوف هنعمل السبونش بتاعنا الأول ازاي. عندي هنا 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هحط عليهم حوالي 170 جرام من المية، يعني حوالي 3/4 كوباية لمج الشاي العادي، و300 جرام سكر اللي هي كوباية ونص من السكر، يعني لو هتوزني يكون أفضل. وهنا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، أو 40 جرام. عندي 380 جرام من الدقيق أو 390 جرام، ما يعادل تقريبا 3 كوبايات من مج الشاي العادي. بنخلهم كويس قوي، أولا عشان التكتلات، ثانيا عشان أدخل هواء، في تكتلات في الكاكاو عادة. لازم أنزلها وما تسيبيش حاجة، لازم تنزلي كل حاجة لأن دي المقادير بتاعتي عشان المقدار يطلع مظبوط. بعد كده هنا معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة، معلقة كبيرة من محسن الكيك الجل. كل المكونات حطيتها على بعضيها زي ما انت شايفة، طريقة سهلة وسريعة وحلوة جدا. وفانيليا، لو عندك فانيليا سايلة ماشي، أنا بصراحة مش بحب الفانيليا السايلة، مش عارفة طعمها مش بيعجبني. وابتدي إن أنا أضربها بالمضرب حوالي 7 أو 8 دقايق لغاية ما توصلي للقوام ده. بعد كده أنا خبزتها في الحلة. طبعا لازم تكون حلة بإيدين معدن، ما ينفعش هتخبزيها بحلة بإيدين بلاستيك. دي حلة ستانلس، بس بصراحة الستانلس بتاع المصنع الحربية حلو جدا جدا جدا. تقيل، مش بيشيط الحاجة. لو انت ضامنة الحلة بتاعتك ان هي الستانلس كويس ماشي، او حلة ألمونيا بس يكون ايديها برضو ايه، معدن. بخبطها بقى خبطتين كده، طبعا كنت مبطناها بورق زبدة. بخبطها خبطتين 3 وابتدي ان انا ايه بالعصاية الشيش طاووق كده، وايه وافضل كده رايحة جاية كده بشكل عشوائي عشان اطلع كل الهواء اللي موجود، عشان ما تعمليش فقاقيع هواء كده كبيرة جوه التورتيه بتاعتي. في الوقت ده انا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، بتستمر في الفرن حوالي ساعة. يعني انت ساعة ل10 كده افتحي اختبريها بعصاية الشيش، طلعت العصاية نظيفة تمام، لسه سيبيها ممكن ساعة، ساعة و10 كمان. بعد كده بخرجها، اسيبها تهدى شويه، وابتدي ان انا ايه اعملها كده بالسكينه لاحسن تكون لازقه ولا حاجه، لكن هي فعلا مش بتبقى لازقه. وابتدي ايه اقلبها على شبكه التهويه. طب ما عنديش شبكه تهويه، الشبكه بتاع البوتاجاز بتاع فرن البوتاجاز ممكن استخدمها، طبعا تكون نظيفه وكويسه وزي الفل كده، وايه واهوي الكيكه بتاعتي عليها. وبعد كده اسيبها تبرد تماما، يعني مش اقل من 6 ساعات عشان ايه تستخدميها. ممكن تحطيها في التلاجة تبات في التلاجة وتطلعيها تاني يوم ايه تستخدميها. زي ما احنا شايفين فعلا طالعة شكلها حلو قوي قوي، مسامية كده وسفنجية، فعلا جميلة فعلا. هسيبها بقى ايه تتهوى. انا سبتها حوالي 6 ساعات بصراحة، ما يعني ما بيتهاش. وبعد كده ابتدي بقى اعمل الجناش بتاعي. انا بعمل الجناش اللي هغطي بيه الشوكولاته، وفي نفس الوقت اللي هغطي بيه سوري الكيكه، وفي نفس الوقت ده اللي هطعم بيه الكريم شانتي بتاعي. الجناش بتاعي عباره عن ايه، 3 كوبايات من الحليب، معلقتين سكر، معلقتين ممسوحين نشا، معلقتين ممسوحين كاكاو، و200 جرام من الشوكولاته. ابتدي ادوب كل الحاجات دي كده على النار لغاية ايه ما تاخد غلوة كده، بس هتلاقي القوام ابتدى ايه يتقل. يعني انا كده دوبتها ايدي فيها برضو عشان ايه يعني ما يحصلش فيها اي تكتلات. وبعد كده اصفيه واسيبه يبرد تماما. يفضل تعمليه قبل ما تعملي الكيكة بيوم كمان، عشان يبقى بارد واستخدمه على طول. كده الكيكة بعد ما بردت ابتدي اشيل ورق الزبدة من عليها، وابتدي ان انا ايه اقطعها. انا قطعتها بالمنشار 3 طبقات، الطبقة حوالي ظبط المنشار على رقم 8، ممكن تظبطيه على 7 على 9، السمك اللي انت عايزاه، بس انا بصراحة لقيت 8 ايه السمك كويس.
لايك بقى للفيديو لو وصلتي لغاية كده، واعملي شير للفيديو عشان تحتفظي بيه عندك. اعملي شير وعشان ايه يعني الكل يستفيد. كده تمام. ابتدي بقى ايه مرحلة التزيين، ودي طبعا بترجع لكل واحد. هقولك بقى كريم شانتيه ازاي يطلع متماسك وجميل قوي. اولا انا بجيب كريم شانتيه خام. اول حاجة عشان يطلع متماسك لازم المية متلجة. انا حطيت هنا نص كوباية من السكر، سكر التموين العادي خالص مش بودر ولا حاجة، وكوبايتين من المية المتلجة زي انا بوريلك ان ده تلج طالع من الفريزر. وابتدي ايه ادوب السكر في الميه، اديله ضربه كده خفيفه. بعد كده بحط 3 معالق من الباستري كريم. الباستري كريم بيخلي القوام بتاعي تقيل، وفي نفس الوقت بيديلي طعم حلو قوي. وابتدي اضرب. انا هنا حطيت ايه كوبايتين ميه، هحط لهم كوبايتين كريم شانتيه خام. ممكن احتاج ميه تاني وده فعلا اللي هيحصل، بس ايه يعني انا احط الميه اقل وازود بعد كده افضل من انه يطلع خفيف معايا. ابتدي ان انا ايه اديله ضربه كده واشوف القوام معايا. لقيت القوام تمام ماشي. هنا حسيت القوام لا تقيل قوي، حطيت نص كوبايه ميه متلجه تانية. ممكن تعملي بلبن، ممكن تعملي بلبن. هقولك ليه انا ما عملتش بلبن. اللبن لو عملتي التورته بتاعتك بلبن مده صلاحيتها بتبقى قليله، يعني اللبن ممكن ان هو يفسد بسرعه، لكن بالميه بتطول معاكي. زائد الكريم شانتيه بالميه بيبقى قوامه افضل من كريم شانتيه باللبن. حطيت بقى هنا حبه من الجناش، ممكن تحطي نوتيلا او بديل النوتيلا وتوصلي للون اللي انت عايزاه، درجه اللون اللي انت عايزاه. كده تمام. الكريم شانتيه بتاعي ايه جاهز. هجيب بقى الحلة، نفس الحلة اللي أنا خبزت فيها، بطنتها كده بإيه بكيس نايلون وحطيت فيها أول طبقة. بس في غلطة هنا أنا أقول لكم عليها، وأقول لكم يعني هي غلطة بسيطة يعني. هنا ده نسكافيه، جبت اللي هو القهوة سريعة الذوبان، بسقي بيها الكيكة بتبقى حلوة جدا. ممكن تحطي عليها كمان ايه حبة نوتيلا كده تبقى تحفة. سقيت أول طبقة وإيه عشان تبقى طرية معايا، وابتديت أحط الكريم شانتيه كده بالكيس. ومش هفرد ولا حاجة، انت لما تحطي الطبقة التانية الطبقة هتساويه ويبقى كله نفس السمك، لأن أنا عاملاه بالكيس. بعد كده أحط الطبقة التانية من الكيكة وأحط وأسقيها برضو بالنسكافيه. وابتدي برضو ايه اوزع الكريم شانتيه بالكيس. توزيعة الكريم شانتيه بالكيس بتخليه تقريبا كله سمك واحد، فمش محتاجة ان انا افرده بسباتيولا ولا حاجة. انا مجرد احط الطبقة التانية عليه يبقى كده ايه بيتوزع صح. كده تمام. هنحط الايه الطبقة الأخيرة. الغلطة بقى هنا ان الطبقة دي مفروض هي اللي كنت حطيتها تحت، عشان لما اقلبه دي بتبقى اكتر طبقة مستوية كده وكويسة يعني. فمفروض دي كنت ابتديت بيها تحت، كان لان عشان لما اقلب تبقى دي وش التورتة. بس مش مشكلة عادي، برضو سقيتها وهغطيها وهسيبها في التلاجة حوالي 3-4 ساعات. بعد كده هخرجها من الحلة. طبعا احنا الطبقة دي هي اللي عايزاها فوق، فهقلبها على ايدي. هنشوف ازاي هي هتبقى متماسكة. هقلبها على ايدي عشان اشيل الكيس النايلون، وبعدين ارجعها تاني على القاعدة بتاعة التورتة، القاعدة الدوارة دي. احط بس ايه حبة كده كريم شانتيه قليلين عشان التورتة تثبت على القاعدة ما تتحركش وانا بزينها. وابتدي برضو بالكيس، وابتدي الكيس بيسهل بصراحة قوي عملية التزيين وعملية توزيع الكريم شانتيه. انت هتوزعي بالكيس، وكل اللي هتعمليه بالسكرابر وتبتدي ايه تدوري التورته وتثبتي ايدك اللي فيها السكرابر. هنشوف دلوقتي. انا هدور التورته بتتساوى معايا بسرعه زي ما احنا شايفين. ابتدي ايه زي ما احنا شايفين التزيين بسيط جدا، وبالنسبه لاي واحده مبتدئه ممكن تعمله. اول مره ممكن ما يطلعش مظبوط معاكي، تاني مره يبقى احسن، وتالت مره يبقى احسن. بس المهم ان انت تجرئي وما تخافيش. مفيش حاجه بتبوظ وكله هيتاكل طالما الطعم جميل. الشكل مره في مره هتطلعي حاجه شكلها حلو. طبعا احنا كلنا ستات بيوت، يعني انا مش هقولك انا دارسه ولا انا محترفه ولا اي حاجه خالص. انا بعمل لولادي في البيت، وزي ما احنا شايفين الحاجة إلى حد ما بتطلع شكلها حلو. قولوا لي رأيكم فيها، يا رب كده تعجبكم. دي عبارة عن
دي شوكولاتة أنا باشتريها، بس طبعًا عشان الجو حر أوي مجرد ما بامسكها بتسيح في إيديّا، فعارفة محتاجة سرعة جدًا. أبتدي أعمل روزيتات كده على حرف التورتة. وقُلنا التزيين دي حاجة بترجع لِك وبترجع لذوقِك. بعد كده هابتدي أحط الجناش بتاعي أو جزء من الجناش، أنا كنت عاملة بزيادة عشان هاعمل بيه حاجة تانية يعني، فالمقدار اللي أنا قُلت لكم عليه ده كان كتير، يعني أنتِ ممكن تعملي نُصّه بس. أبتدي أوزّعها مجرد إن أنا بامسك كده، بس خلّي بالِك التورتة لأحسن تُقع، أبتدي بس كده أحرّكها عشان إيه، أوزّع الجناش بتاعي. كان ممكن أسيبها على كده، بس أنا إيه، يعني فضّلت إن أنا أعمل أي شكل جمالي تاني. حطيت حبّة شوكولاتة برضه مبشورة في نُص التورتة. وأي شكل بقى أنتِ بعد كده تعمليه. تمام. تحبّوا بقى المرّة الجاية أعمل لكم إيه، أعمل